ومعايا كمان النجمه الشابه سمر جابر. سمر جابر احد اهم المواهب المصريه اللي طلعت في الفتره الاخيره. يعني بحسها شويه انطوائيه. خالص خالص، ده انا اجتماعيه جدا. انت شايف كده انا شايف ان انت النهارده كده؟ النهارده ده احنا النهارده بالعافيه عملنا معاكي لقاء. لا، في الطبيعي، في الحياه الطبيعيه ايه؟ انتوا ايه؟ لا عادي. لا ما تصدقوش. طيب قولي لي بقى سمر، يعني بستغرب جدا لما اشوف بنت حلوه وممثله شاطره ودرست و... وفي الاخر مش ده اللي انت كنت تتمنيه. انا بحسك بشويه انت بتسعي بقدر كافي ولا لا، يعني مش قوي والله، بس يعني الحمد لله انا تمام. مش متضايقه يعني. بس يمكن انا مش بشتغل عشان بحثا عن الشهره قد ما انا بشتغل بحثا عن نفسي. عن ان انا ابقى مبسوطه وكده. هي دي مشكله الاغنياء؟ لا خالص. هو انا مش جايبني ولا غير الركوع ده. يعني هي دي مشكله الاغنياء، الممثلين الاغنياء ما يقدروش على الشغل أوي يعني. بالظبط كده. يعني انت عشان تشتغلي عاوزه فيلم يعني يكون كل 3 4 سنين فيلم كده. يا دوب بحس الواحد. ان انت عندك خطوط حمراء بقى، يعني يعني بتخافي زياده عن اللزوم على شكلك قوي. أم، يعني مش عارفة ده حقيقي ولا لأ. بس بحس، لا بحس ان انا بتعامل عادي والله خالص. خطوط حمراء في ايه بالظبط يعني؟ مش متخيل لو اتحط عليكي ضغوط من ناحية. زي اللي اتعملت مثلا على اسماء جلال. معرفش ساعتها هتتصرفي ازاي. لا، تخيل ان انا دايما في مواقف زي دي بقول يعني بجد لو انا مكان الشخص ده كنت هتصرف ازاي. بس حقيقي لان الناس بقت صعبة قوي. يعني ما بقوش يرحموا يعني، فالموضوع ده صعب قوي عشان كده. يعني برضو بحس ان حتة ان انا يعني مش قليلة، يعني قليلة الظهور شوية. دي حاجة أنا حباها علشان كده برضو، فاهم؟ أنت بتتلاشى بقى وتتحاشى كل الحاجات المخيفة دي. بتدوري انك في الاخر تتجوزي وتقعدي في البيت؟ خالص والله أنا مش عايزة أتجوز خالص بجد. انت بتدوري تتجوزي وتقعدي في البيت، ده ستايل الواحده عاوزه تلاقي عريس عنده 50 60 مليون جنيه وتتجوزي؟ لا لا خالص والله، بالعكس. يعني أنا فكرة الجواز ما بتراودنيش خالص. والله فعلا. لا والله العظيم. امال قلقانه من ايه؟ مش قلقانة من حد، يعني ما حدش يقدر يقلقني، لا. بحس دايما بتخافي على كل حاجه. لا مش بخاف. يعني ما اعرفش، جايز دي طبيعتي. طيب انا كونسرفتيف شويه، يعني متحفظه شويه. قصدك ان انا متحفظه؟ مثلا يعني ايه ده؟ مش عارفه، بس يعني ده العادي بتاعي والله. انا كده انسانه هاديه ورقيقه ورزينه لوحدي، خلقه ربنا. ايوه، ما هو التمثيل مش محتاج ده دلوقتي يعني. محتاج ان انت تروحي وتيجي وتشتغلي وتعملي اوديشن وتشوفي يعني مش كده. بروح ما وين؟ بتروحيش مهرجانات اصلا؟ لا ما بروحش مهرجانات، بروح مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب بس. عشان بتثقي في القائمين عليه. المهرجانات بالثقه. بثق فيهم طبعا، بس بثق في كل الناس، مش موضوع كده. انا بس يعني معاهم في جمعيه المسرح المصري. دي بترأسها الأستاذة سميحة أيوب. فأنا عضو في الجمعية اللي هي المهرجان، يعني بتنظم المهرجان. فاهم؟ نظم المهرجان. فتحس يعني في تايتل كده. عشان كده باجي اعملوا لي تايتل في كل المهرجانات علشان هيك. انا عاوز اعرف والله بجد، يعني هو يعني انت اشتغلتي وترجعي تقعدي في البيت، ترجعي تشتغلي ترجعي تقعدي في البيت، ما انا مستغرب. ما هو في حاجات بتبقى مش مناسبة مثلا ما بعملهاش. و... وفي حاجات لما بتكون في حاجة كويسة حاساها، يعني ببقى يعني مش مناسبه. يعني مثلا مش مناسبة يعني مش حاجة أنا ما أعرفش. بص هقول لك على حاجة بصراحة. حمرا وكده. مش خطوط حمراء على قد ما هي إحساس. يعني ما دام في حاجات أنا مش حاسة إن أنا مبسوطة وأنا هعملها، خلاص مش بعملها. لو في حاجات حتى لو صغيرة أو قليلة أو بس مثلا أنا مرتاحة في العمل ده للكاست ده، حاسة إن أنا هبقى مبسوطة، بعمل كده. يعني مثلا لو انت في مهرجان شرم الشيخ اللي احنا فيه ده، ممكن تحضري ندوه بهوت شورت؟ عادي، ايه المشكلة؟ عملت كده السنة اللي فاتت. يعني عادي؟ طبعا، ما هي ملهاش علاقة. مفيش من الانتقادات لو حد صورك؟ لا، ما اصل احنا في شرم الشيخ يعني. مش
يعني معنى كده ان مثلا لما اسماء جلال اتصورت بهوت شورت والناس عارفه دي هاجموها ومش عارف ايه والكلام ده، ما هم هاجموه علشان الهوت شورت؟ بجد ليه طيب يا جماعه؟ ما الست كانت في الجونه يعني سنه تلبسي مثلا الجو حر جدا كمان. يعني الجو اصلا احنا في شهر كام والجو حر جدا في شرم الشيخ. لا عايزه اقول لك على حاجه بجد، هو الناس بقت غريبه في ايه؟ الناس لما بتلاقي حد ابتدى يظهر او ابتدى يعني نجمه يعلى، بتحس ان الناس دايما بتبقى عاوزه يعني بتهاجمه، مش فاهمه ليه يعني. يعني يا جماعه يعني حبوا للناس الخير وحبوا للناس النجاح يعني. ف فدي بقت حاجه صعبه قوي يعني، مش مع اسماء بس، مع ناس كتير قوي انت الموضوع ده هتمثلي بيحصل دلوقتي حالا. والله بجد يعني، اصل انت ما بقالك كتير ما يعني ما انا عاوز اعرف هتمثلي امتى، يعني ناويه امتى؟ والله يا استاذ محمد السؤال ده تساله للمخرجين والمنتجين. ما بيجيلكيش شغل؟ لا يعني بقى ايه ما بيجيلهاش شغل ليه؟ مش عارف، ما اعرفش، يمكن انا عندي حاجه غلط. طب وبعدين؟ طب يعني مثلا بتفكري مثلا تشتغلي حاجه تانية غير التمثيل؟ لا ما اعرفش. يعني ممكن تشتغلي مهندسه، دكتوره، اي حاجه من الحاجات اللي تصدق ممكن دكتوره، انا كان زمان نفسي اشتغل دكتوره، فممكن افكر في الموضوع ده. بس محتاجه بس تدرسي. محتاجه عياده بقى. لا محتاجه تدرسي الاول، طب بعد كده تشتغلي دكتور. بالظبط بقى كده خلاص. وانا بودعكم. طيب يعني يعني انا كنت بفكر ان في فتره معينه خلاص حسيتي نفسك مش ناجحه تعتزلي التمثيل. مين قالك انا مش ناجحه؟ بشوف يعني ممكن اشوف ان انت عشان ما بتشتغليش فانت كده مش محققه نجاح. لا ما لهاش علاقه، ملهاش علاقه بناجحه ولا مش ناجحه. يعني انت هتفضلي كده ممثله بس لما يجي لك التمثيل لغايه البيت، يعني يخبط عليك لغايه باب البيت ما جالكيش فانت ممثله بالاسم بس. انت شايف كده؟ انا عاوز اشوف. طب انت يعني عاوز نعمل ايه بالظبط؟ مش فاهمه. ما انا عاوز اشوف اعمال حلوه لان انت قدمتي اعمال حلوه. طب انت ما بتشتغليش ليه؟ اعمل اعمال حلوه عشان تيجي اعمال حلوه اعملها، لكن لو اعمال مش حلوه بتيجي اعملها ليه؟ طب ما دام هي مش حلوه. نروح بقى للحاجه المهمه اللي هي بقى ايه بقى؟ أيوة. كل الناس بيجي لك عرسان ولا دي كمان ما فيش؟ كتير قوي. كتير قوي. اخر عايز جالك امتى؟ من يومين. ورفضتيه؟ طبيعي يعني. ليه ان شاء الله؟ يعني ليه رفضتيه؟ يعني ما الراجل كويس وشايف. انت هتعرفه؟ لا ما اكيد كويس. الناس كده هتفهمك غلط. اكيد والله الراجل ده كان كويس وشاري ومعاه فلوس وبوزيشن كويس ومركز كويس، رفضتيه ليه؟ افترى. انت قصدك مين بالظبط؟ شكلك تعرفه ولا ايه؟ انا ما اعرفوش. طيب مين هو؟ لا اكيد يعني مش هقول. حد من الوسط؟ هي لا. طيب هو رفضتني بجد يعني، سيبك بقى من هو مين رفضتني. لا يعني مش ما حصلش يعني، بهزر بس يعني. لا في ناس ساعات بتيجي بس بحس ان هي مش مناسبه يعني. ليه مش مناسبه؟ يعني بص هقول لك حاجه، كل ما الانسان بيكبر او انا كل ما بكبر كده بتلاقي المواصفات بتاعتي بقت اصعب. فاهم؟ مين يعني؟ تحس يعني ان المواصفات اللي جالك ممكن بقى العريس يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ويتوافق عليه. يعني هي على فكره مش مواصفات صعبه خالص قد ما هي يعني حاجات في الشخصيه، مش قصدي حاجات خارجيه، قصدي حاجات في الشخصيه. الواحد كده كل ما بيكبر بيعقل، فبيبقى محتاج حد عنده وعي كده، حد شخصيته كويسه، ما عندوش عقد نفسيه، الحاجات دي. يبقى راجل كده كده. هنلاقيه فين؟ تلاقيه فين؟ وانا قلت حاجه صعبه؟ ده الطبيعي على دي البيزكس. ما هو الناس كلها يعني عندها مشاكل، يعني كل الناس عندها مشاكل. الناس كلها عندها مشاكل، فانا يعني اتجوز ليه عشان احط نفسي في مشاكل؟ طب يعني مثلا ايه المواصفات الماليه اللي انت مثلا لو حد جالك لازم يبقى موجوده فيه؟ مش منها مجموعه يعني مثلا. قوي. يعني لا مش قوي بصراحه. كام مليون؟ لا خالص يعني مش قوي يعني، يكون كويس وخلاص. يكون يعني هنشوف العمرانيه يعني ولا كويس؟ يعني يكون زايد ولا
لا يعني مش حاجات متحدده كده، يكون حد كويس وخلاص ويعني كويس يقدر لو قال لك بطلي تمثيل لا مش ببطل تمثيل، رغم ان انا مش بمثل كتير بس مش هو يعني فكره نفسها ان انا حد بالمنتاليتي دي، لا مش هوافق طبعا. ازاي يعني؟ يعني اكيد مش من الاول مش هوافق ولا هحب حد بالمنتاليتي دي اللي هو بيقول بطلي تمثيل، بطلي مش عارف ايه ليه يعني؟ ما انت يعني عاوزني كده فخلاص هفضل كده يعني. انا رايي لو جالك حد كويس وافقي، يعني التمثيل مش مضمون، التمثيل مش مضمون والله العظيم. ملهاش علاقة بمضمون أو مضمون، دي الحاجات اللي أنت بتحبها، سواء مضمون بقى بتشتغل ما بتشتغلش، مش موضوع إن أنت بتشتغل عشان تعمل فلوس ومضمون والحاجات دي، لا ملهاش علاقة. هي دي حاجة بتغذي شخصيتك، بتسعدك، بتغذي نفسيتك. فأنا ليه يعني أحط نفسي في موقف إن حد يقول لي لا، يعني شخص يجي يقول لي لا ما تكمليش ما تعمليش ليه؟ طب ما ترجعي تشتغلي مذيعه وسيبك من التمثيل. مش يعني مش هينفع اشتغل مذيعة تاني، عشان لو اشتغلت مذيعة انت هتقعد في البيت مش هيبقى لك يعني طب يا ستي مش مشكله، بس انا عاوزك حاجه تنوري بقى وتعلمي فيها كده وتكسري الدنيا يعني بجد والله. طب تعالي نجرب اشتغلي مذيعه. قريب. خدي انت المايك واشتغلي انت مذيعه. ماشي حلو ده. قولي. محمد، ايه مواصفاتك في فتاة احلامك؟ تكون شبهي. انت ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ انا اتجوزت مره طبعا. انت اتجوزت؟ ما اعرفش مرة، والله العظيم بتهزر. والله ما 2019 اعرفش. في بيبي ولا حاجه؟ لا الحقيقة يعني ما حصلش نصيب بقى البيبي. ليه ما حصلش نصيب بقى؟ يعني ايه الحاجات اللي ضايقتك في الموضوع؟ لا هي اصل موضوع الجواز ده والطلاق ده نصيب، يعني هو الفكره ان انت ممكن تكوني الشخص كويس جدا والبنت محترمه جدا، بس ما يحصلش بقى ان انتوا تتوافقوا مع بعض في البيت يعني، فخلاص كل واحد بيسيب بعض بالمعروف طب خلاص. انا جات لي فوبيا من اصحابي كده اللي زيك، وجات لي هو فوبيا كل مصر دلوقتي بتطلق. انا شايفه يعني ده. كل مصر بتتجوز. انت عايزني اتجوز عشان اطلق بعد كده؟ لا يعني احنا عندنا مشكله، ما اعرفش بقى المشكله ان احنا هل احنا الناس مع ان احنا بنبقى مختارين صح وبنبقى الناس بتحب بعض، بس في حاجه بقى بتحصل. هل ده معمول عمل لمصر؟ تفتكر؟ ممكن يكون معمول عمل والله. استاذ ليلى عبد اللطيف معمول، بس معموله لمصر كلها. يعني مثلا كل 8 بيتجوزوا 4 بيتطلقوا. فتبقى مشكله. لا والله اكتر يعني والله بجد. يعني مش يعني نقعد احسبي كده، يعني المصور صاحبنا المصور اتجوز وطلق اتجوز وطلق، يعني فاهم كتير قوي كده بجد. لا يعني انا اتجوزت وطلقت مش عارف مين من صحابي. ده عليا عايزني لا والله انا ما جربي. ده بجرب ليه وانا عارفه الموضوع هيبقى فاشل فعلا. ما يعني احنا طلقنا وانت تبقى ليه ما تجربي زينا؟ انا لما الاقي طب يمكن تنجحي. ما انا لما الاقي حد اثق كده ان الموضوع هيكمل وهينجح هعمل كده بجد. مين ما اتجوز ومكمل؟ ناس برضه، في ناس متجوزه ومكمله. قليل في ناس اتجوزت. لازم الواحد يختار كويس من الاول علشان والله ما ليها ما يقعش في الفخ ده. لا موضوع مش اختيار، لان احنا لما بنختار بنبقى مختارين كويس وبنبقى عارفين الناس كويس وبنبقى متاكدين ان احنا بنحبهم، ومفيش واحد بيتجوز واحده وهو ما بيحبهاش. بس بعد شويه سبحان الله العمل بيشتغل فيطلقها. اوكي ما عنديش تفسير. نشوف حد محتاجين تفسير لكميه الطلاقات اللي بتحصل. ده له علاقه بالسوشيال ميديا دلوقتي جوازات السوشيال ميديا، ان انا اتجوزك فنقعد نتصور ونقعد ننزل كأننا ايه وعملنا ايه ورايحين فين. يعني شايف ان الحسد والعين والحاجات دي الحسد السوشيال ميديا لا الحسد موجود. بقت يعني طول الوقت عاوزين يقلدوا بعض وعاوزين يعيشوا القصص اللي هم شايفينها كصور، مش شايفين الحياه الحقيقيه. لا الحسد موجود، بس بقى ايه الفكره كلها ان الناس يعني مثلا انا وانتي دلوقتي في مهرجان شرم الشيخ المسرحي واتصورنا انا وانتي واحمد وفيق فحطينا الصوره، فالناس اللي بتتفرج عليها يعني الناس اللي هم صحابنا وحبايبنا واهلنا وجيراننا فاكرين بقى ان احنا عايشين. احنا عايشين لا عايشين عيشه بقى. ايوه احنا في شرم الشيخ عايشين. لا عايشين المسرح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، احنا عايشين بجد. اللي هو بقى انت تقدر تنكر ان احنا يا حبيبتي اسمعيني، هم بيفتكروا ان احنا كل يوم في مهرجان شرم الشيخ المسرحي في 365 يوم. 365 يوم سعاده. شرم الشيخ يعني احمد عز كده معانا. يا ريت والله. ويعني والله طبعا القعده الحلوه دي بفضل الله الاستاذ احمد عز. انا والله لا انا عاوز اسالك سؤال. هنبدا من اول احمد عز. اوكي.
يعني مثلا فكره احمد عز دي تحديدا، احمد عز من يومين فاز بجائزه فاتن حمامه، وحكى مواقف حلوه قوي. ايه هو؟ اول حاجه ان احمد عز قال لك انا كان طول عمره بيحلم ان هو يحضر مهرجان القاهره، فما كانش بتجيله الدعوه ده زمان بقى زمان اول ما بدا. فلما جات له الدعوه اول مره قالوا له اطلع اقعد فوق. راح فين؟ انت هتقعد تحت؟ فوق. هو طلع فوق فعلا. فعدى بيقول لي ده هو اللي قال الكلام ده. قال لك انا عديت على قناه نايل دراما، حبيبي يا عز، انا نايل دراما وحبايبنا في نايل دراما، وبعد كده نايل سينما عند حريره وبرده ما فيش، وبعد كده قال لك حتى الاسره والطفل ما حدش برده هوا معدي شفاف. ازاي ما هو كان لسه بقى بادئ. دي سقطه كبيره للقنوات دي. لا مش سقطه، ما هو معلش هو ما كانش حد يعرفه ساعتها. لا الهبه في الضغط. قال لك انا قررت اقول ان شاء الله السنه يعني خلال السنوات هفوز بجائزه كبيره. واللي عجبني في احمد عز ان هو كان بيقول وهو بيتكرم ان انا كان نفسي ابويا وامي يبقوا معايا علشان هو يقول لهم ان هو نجح. يعني بدايه متعثره زي بتاعتك اللي انت فيها، يعني المفروض تحمدي ربنا وتشكري. ما عنديش بدايات متعثره. لا انا زي الفل. لا ما يعني انا زي الفل. يعني انا فل الفل. يعني انا انت خدتي جايزه فاتن حمامه؟ لا ده انت حتى ما حصلتيش جايزه محمد حسن. محمد حسن واضح ان انت هتتعور. لا والله انا بقول لك يعني ان خدي من احمد عز يعني خليه كده قدامك. الراجل ده برضه ما كانش بيمثل، وقال لك كنت ببدا بيمثلوني مشهدين، واحد يعتذر فيجيبوني بجد. بقى نجم مصر. اقفل اللقاء ده. لا بقى نجم مصر. انا عاوز الغي رحلتي والله هنلغيها لو انا عاوزك تاخدي من قصه احمد عز عبره. لا ربما في يوم من الايام نلاقيكي بقى ناخد جايزه فاتن حمامه في مهرجان. وبنجري بقى وراكي وبتاع. لا انت دلوقتي بتجري. انت عملت ايه دلوقتي النهارده علشان تعمل معايا الانترفيو ده؟ بحاول اساعدك. اختي والله الغاليه يعني انا صعبت عليك للدرجه دي. ليه بقى بحاول اساعدك؟ لان انا ما شفتش واحده بتحب تختفي اكتر منك. انا شبح. قولي لي بقى احمد عز في فيلم الشبح كان اسمه ايه؟ لو كسبت الجائزه دي احنا لازم نكلم استاذ احمد عز عشان تكسبي معانا. استنى بس انا فاكراه. احمد عز في فيلم الشبح كان اسمه ايه؟ فيلم الشبح كان ليه اسمين علشان هو كان طالع بمنظرين، صح؟ انت فكري. لا انت اصلا سائل السؤال غلط. طب انا مش هجاوب على السؤال ده علشان انت سأله غلط، فما ينفعش اجاوب على حاجه غلط. فيلم الشبح ما بني على خطأ فهو خطأ. بصي فيلم الشبح ده كان عام 2006 2007. هو طلع 2 على فكره. كان ليه اسمين وهو كان تدور، هو فقد الذاكره وبتاع وقعد يعمل الحركات اللي هو كان بيعملها. لا ده مش ده اللي كان طالع 2. هو الشبح هو ده فيلم الشبح. هو كان طالع بشخصيه واحده وكان معاه حبايبه. هو ده بيطلع صوت يعني. انت وانا حاطاه كده انت صوتك بيبان. هيبان ان شاء الله. لو انا ما عندي وانت اللي بتتكلم هيبان برضه. اصلا انا بعمل كده من الصبح. ما هو مش مذيعه. طيب كده خسرتي معانا اول حاجه. طيب قولي لي استاذ احمد عز كان اسمه ايه في فيلم الخليه؟ الخليه؟ طب كان دوره ايه؟ ظابط. الخليه كان ظابط بيعمل ايه بقى؟ احكي لنا مشهد كده لما كان معاه الكلب. كان بيحارب الارهابيين. احكي لنا المشهد لما كان معاه الكلب وراح لامينه خليل وقال لها ده مشهد رومانسي بقى. ايه بقى المشهد اللي عجبك في الفيلم؟ المشهد اللي عجبني الانترو بتاع الفيلم عجبني لما كان هو بيتمرن. كان قمر. بتروحي الجيم؟ لا خالص. مفيش حاجه بتعمليها خالص مفيده؟ ايوه انا بحب اقعد في البيت. انت هتعملي حاجه مفيده دلوقتي؟ بعمل حاجه مفيده واريح الناس منك. ست الحبايب واخبطك يعني في البيت واخلصهم منك ومن شرك. استنى ست الحبايب في البيت تستحملك ازاي؟ في البيت والله بتستحملك ازاي؟ ما تستحملنيش. طب كلميها. لا زمانها نامت. كلميها وافتحي السبيكر. لا نامت. الساعه لسه ما كملتش. مامتي نامت. طب كلمي اكتر حد بتحبيه.
هكلمك انت يا محمد. لا طبعا بنحب كلمي اكتر حد بتحبيه وكده واسالي عليه. مش هكلم انا حد الساعه 12. ده عندها عقد نفسيه في كل حاجه. هكلم حد بعد الساعه 12 بالليل يعني ما ممكن تكوني بتكلمي مامتك تطمنيها عليكي ما وتقولي لها انا نامت اكلت النهارده طب انت اكلتي ايه النهارده؟ انا اكلت حاجات كتير قوي كل الحاجات. ملوخيه. انا كنت جعانه قوي بجد. اكلتي ملوخيه؟ اكلت كل حاجه كانت في والحلويات طيب؟ حلويات شرقيه بموت فيها بجد. بسبوسه وكنافه. طيب لما بتيجي شرم الشيخ بقى بيبقى نفسك تروحي تعملي ايه؟ ببقى نفسي اعمل دايفنج. خدي المايك ناحيتك. اوكي. ببقى نفسي اعمل دايفنج. طب يعني شويه بعرف اعوم بس يعني مش هعمل دايفنج يعني. انت عاوزه تعملي دايفنج انت بتعرفي تعومي؟ لا ما انا هيبقى معايا عوامه يعني. لا مش عوامه، مش هيبقى معايا الترينر يعني. هيبقى معايا الترينر يعني مش هعمل دايفنج لوحدي يعني. انزل لا يعني. انا حاسس ان كل حاجه انت داخلاها في حياتك فيها مشاكل. يعني انا دلوقتي حاولت انجحك في حاجه، اقسم بالله يا جماعه بحاول الاقي لها حاجه تنجح فيها. حاسس عليك بجد. انت ازاي بتقول كده؟ لا ما هو بجد لا مش معقوله يعني. انا انسانه ذكيه وناجحه جدا وذكيه جدا. اتفضل. ما بتعرفش تعوم؟ انا ما بعرفش اعوم. انت قلتي ما بعرفش. انا قلت لك ما بعرفش، قلت لك مش هعمل دايفنج يعني لوحدي كده من غير حاجه. طيب نطلع من كل ده ونروح بقى للحاجه الاهم. بتشجعني الاهلي طبعا. الحاجه الوحيده اللي يعني ما شاء الله ممكن بطولات يا رضا. انت كده بتقول بطولات يا رضا جايه على الاهلي يا جماعه. خلي بالك اللي قال بطولات يا رضا استاذ سيد رجب، واستاذ سيد رجب من اكبر الزملكاويه في مصر. وقال على الاهلي بطولات يا رضا. ده كان بيقول للاستاذ احمد عز. فالحمد لله اخيرا لقينا بطوله ده عندك يعني. اللهم لك الحمد والشكر. الراجل يعني كلامه كله فيه البركه. واتمنى ان البركه دي بقى توصل لك. انا كمان تعملي بطولات يا سمر. يا سمر. ماشي ما تقلقش. معنى كلمه سمر ايه؟ سمر زي ما احنا قاعدين كده بعد الساعه 12 بالليل بنقعد نرغي ونقول اي كلام كده زي ما احنا بنعمل. تعرفي فاكره البودكاست ده؟ يعني دايما بيقعد الناس يقول لك احنا هنعمل بودكاست. انا بقى البودكاست شكلي هعمل هنا كده في مهرجان شرم الشيخ. ممكن اعمل بودكاست ده. جات لي الفكره. لا انا من غيرك. ما احنا هو شغالين. انا من غيرك. طب يلا ماليش بتوته وهان. نعمل بودكاست ونعمل لك كل يوم حلقه والراجل اهو موجود والمايك ممكن اعمل كده بجد والله. يلا هو انا ليه لما انا بتكلم بحطك ولما انت بتتكلم بجيبك؟ ما علشان حتى الحاجه الوحيده السهله مش عارفه تعمليها. عشان مش مركزه. انا لو ركزت هضايقكم. طب ايه اللي مش خليكي مش مركزه؟ انت لا مش عايزه اركز يا جماعه. انا بجد ملوخيه وكفته ورز. انا ما ركزش في اي حاجه. لازم حاجه تكون مهمه قوي عشان اركز فيها. يعني لازم تبقي مركزه. بعد انت واكله مثلا 2 كيلو النهارده لحمه على كفته على محاشي. حاسه ان انا تقلت قوي بجد والله. ما خلاص يعني. طيب بعد الاكل ده بقى هتطلعي تنامي ولا هتحاولي تجري شويه؟ اكيد هنام طبعا. اكيد هنام. بطولات. الناس بتاكل ليه؟ عشان تاكل وتنام. بطولات يا رضا. والله فعلا بطولات. يعني وانا معكم. انا شايفه كفايه علينا كده عشان انا معكم. عشان الموضوع هيحتد يعني الكلام هيحتد ما بيننا وممكن اعوره في اخر الانترفيو. رضا بطولات ومحمد انجازات. ماشي انجازات. بطولات يا رضا. نفسي بقى تعملي بطولات يا سمر. هعمل بطولات. طب اختمي بقى هغرقكم بطولات. يعني مستنياكم يا جماعه تيجوا تحضروا معانا مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. هتلاقوا هنا كل الحاجات اللي بتحبوها وهتلاقوني طبعا انا اول حاجه بتحبوها. هتلاقوني موجوده هنا باستمرار في كل الدورات. ومعانا المذيع الفظيع محمد حسن. باي باي.